قبل نهاية الشوط الأول. ممتاز ياسين، يتجاوز اثنين الثاني داخل منطقة الجزاء. أمين الهدف الأول للمنتخب الوطني الجزائري. أمين كويري. إذن أول أهدافه مع المنتخب الجزائري، والتصفيقات تأتي من بيتكوفيتش وفرحة جماهيرية هنا على مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. قلت أن بيتكوفيتش يبحث عن هدف أول قبل الذهاب إلى الاستراحة. قلت بأن إبراهيم يبحث عن هدف أول قبل نهاية الشوط الأول. أمين كويري يفعلها، يسوب ويحول كرة ويحول تصويبة إلى مرمى فيسكارا. يا سلام على عمل ممتاز من ياسين، راوغ في المرة الأولى الأول والثاني ومرر لأمين في مكان مناسب. يا سلام، الهدف الجميل من أو الكرة كانت مرتدة، وهدف رائع وهدف أول مستحق للمنتخب الجميل المنتخب الوطني. ولكن كل العمل الجميل كل العمل قام به ياسين، وأمين يفتتح عداده مع المنتخب الجزائري. أول أهداف أمين كويري مع المنتخب الجزائري بهذا الشكل. جاء الهدف، مرر وهيأ كرة وتصفيقة فلاديمير بيتكوفيتش. طبعا إذا تغيير في كل منتخب ياسين بنزية من جانب المنتخب الجزائري. حضاري هدف مباغت لمصلحة المنتخب البوليفي، وهفوة دفاعية من عيسى ماندي، هفوة دفاعية تكلف المنتخب الوطني الجزائري هدف في الدقيقة 47. عيسى ماندي بالتأكيد يتحسر على هذا الخطأ وعلى هذه الخطأ الدفاعي طبعا، وعلى هذه الهفوة التي كلفت منتخبنا هدف التعادل. كنت أتحدث عن ياسين بنزية، فجاءت الفرصة وجاءت الهفوة والهدف الأول بهذا الشكل بهذه الطريقة عبر اللاعب كارميلو الكاراناز بالقدم اليسرى. لم يستطع الحارس أنطونيو ماندريا صدها بهذا الشكل. الهدف رائع جدا بالقدم اليسرى. شوف بالرأس من جوزينو ثم ماندي، ومن تقريبا من خط منطقة الجزاء استغل خروج ماندريا حصرا من وأسف طبعا من عيسى ماندي. لا بأس يا عيسى لعب بعد أن نتابع هذه المخالفة لمصلحة المنتخب البوليفي. حذار الهدف الثاني، الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا. قالت حذاري من الأخطاء الدفاعية، حذاري من الهفوات، خطأ في الرقابة. والمنتخب الجزائري يتلقى في هذه الأثناء الهدف الثاني. هدفان يتلقاهما الخضر، واحد مع بداية الشوط الثاني والثاني في هذه اللحظات في الدقيقة 70. هذه عادة شوف لوحده اللاعب الذي دخل منذ لحظات، لاعب رقم 21 من جانب المنتخب البوليفي خوزي ساغريدو بهذا الشكل لوحده أمام مجموعة من مدافعي المنتخب الوطني الجزائري. الكرة الأولى كانت من رودريغو والثانية كانت من المدافع ساغريدو. هدف إلى فوز لحد الآن بهدفين. مرور من عطال. ماذا هناك فرصة للمنتخب الجزائري؟ ماذا هناك المطالبة؟ المنتخب الجزائري عدل النتيجة. كنت أعتقد أنها كرة ميتة، ولكن استرجعت من المنتخب الجزائري من مونسيف بقرار ومررها لياسين بنزية البديل. يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب الجزائري. لحسن حظنا الخضر عدلوا النتيجة في هذا التوقيت بهذا الشكل. شوف مونسيف بقرار أم محمد الأمين عمورة. طبعا محمد الأمين عمورة الكرة الأولى جاءت من أو مونسيف بقرار طبعا هو من كان وراء الكرة الماضية بتمريرة حاسمة لياسين بنزية أمام شباك فارغة. لوحده ياسين بلمسة ياسين، وقبلها بلمسة مونسيف بقرار وبتمريرة وبأسيست. يعدل النتيجة المنتخب الوطني الجزائري. ثاني أهداف ياسين بنزية لاعب كاراباخ الأدربي في خامس مباراة له. الهدف الثاني مع المنتخب الوطني الجزائري. طبعا المنتخب البوليفي كان يطالب بمخالفة
على المدافع عطال يوسف، ولكن الحكم لم يؤشر على أي شيء. إذن الدقيقة 80 قبل 10 دقائق صارت النتيجة 2-2. هنا منصف بقرار يتفوق على المدافع أكين في المرة الأولى والثانية، ويمررها لياسين وبنزية بالقدم اليمنى، وفرحة ياسين بهدفه الثاني. المخالفة تأتي، هذه فرصة كفر ماندي عن خطئه، كفر عيسى ماندي عن الهفوة الدفاعية التي كلفتنا هدف التعادل، ويسجل الهدف الثالث، هدف الفوز، هدف الانتصار. يا له من هدف ويا له من سيناريو بقدم عيسى ماندي. بهذا الشكل جاء الهدف في المرة الأولى بالرأس، وفي المرة الثانية بالقدم من دون أخطاء عيسى ماندي. إذا يسجل الهدف الخامس له مع المنتخب الجزائري في المباراة رقم 94. عيسى ماندي يكفر عن خطئه، يكفر طبعا عن الهفوة التي ارتكبها وكلفتنا هدف التعادل. يعود ويمنحنا الانتصار. هكذا هي الروح، هكذا هو الانتصار، هكذا هي طبعا الجرينتا عند ماندي.